بداية دعيني أترحم وأطلب من الله عز وجل ومنكم التكريم لشهداء سوريا، شهداء العرب والمسلمين، شهداء الإنسانية التي ترى وتسمع كيف يسقط السوريون يوميا دون أن يكون لهم بكاءات. يرى ويسمع مجلس الأمن والجامعة العربية وشوارع العالم العربي والإسلامي، كل هذا يحدث في عاصمة الأمويين وليس على كوكب آخر. هذه دمشق، فهل يشعر أحد بهؤلاء؟ سيدة مريم، ما يحصل في الإعلام السوري هو ليس عمل مؤسسات، ونحن اعتدنا في سوريا أن يصاب السوريون بالشلل حين يعملون في مؤسسات سورية، لأنهم لا يطلب منهم الأداء والجودة بقدر ما يطلب منهم إثبات الولاء، وهذا ما يحدث بدقة. ونحن في الثورة السورية لم نثر فقط لتحقيق مطالب سياسية، ولكن أيضا ثورتنا أخلاقية، وليس من أخلاقنا الحديث عن مؤسسات عملنا فيها، ولكن لأن الأمر ليس شخصيا دعيني أصف ما يحدث بأنه نوع من صناعة عالم افتراضي غير حقيقي، الهدف منه هو إنكار الواقع، والهدف منه هو صناعة حقيقة مزيفة ليقنعوا بها مؤيديهم وليشعروا أنه لا توجد احتجاجات وأن التاريخ لا يتحرك من حولهم. الآن أنت استقلت من التلفزيون السوري فور تقديم استقالتك والفترة التي سبقت مغادرتك سوريا، هل تعرضت خلالها لأي ضغوط، لأي حملة ربما؟ هل تم سؤالك عن أسباب تقديم هذه الاستقالة؟ وفي هذه الحالة ماذا قلت؟ الحقيقة كل واحد منا من الإعلاميين والكتاب السوريين، وأنا استقلت ليس فقط من التلفزيون السوري ولكن أيضا من اتحاد الكتاب واتحاد الصحفيين، بس لكل واحد منا تاريخ معقد مع هذا النظام، وكل واحد منا تعرض لمنع أعماله وللمضايقات الأمنية وغيرها. أنا شخصيا بسبب أحد برامجي دخلت السجن في زنزانة منفردة مرة في سنة 2009، واخترت منذ بداية الثورة السورية أن لا أنخرط مع التلفزيون السوري أو الإعلام السوري في أي إساءة لهذا الشعب العظيم، الشعب الشريف. اخترت أن أكون مبتعدا، ولكن كان يجب، وهذا ما حصل بالطبع، ولكن كان يجب علي أن أعلن انفصالي عن هذه المؤسسات ليكون انفصالا رمزيا يدعو الآخرين من الشرفاء من التلفزيون السوري، من الكتاب والمثقفين السوريين وكل العاملين في الصحافة السورية إلى التعبير عن رفضهم لما تفعله الآن سيد إبراهيم، نريد منك أن تحدثنا عن أسلوب تناول التلفزيون السوري للأحداث التي نشاهدها يوميا بالصور على الأرض وهذه المظاهرات، وتكذيبه مرارا وتكرارا لما يرد عبر وسائل إعلام تلفزيونية أخرى خارج سوريا، الروايات الرسمية التي يقدمها والتكذيب المستمر. في أي ظروف يتم ذلك؟ سيدة مريم، الإعلام السوري والنظام السوري هو صادق في قوله أن هناك مؤامرة، لأنه يعتقد أن هناك مؤامرة. هو لا يصدق أنه قد أوغل في دماء السوريين وقد أمعن طويلا في اضطهادهم وإهانتهم وإذلالهم، ولذلك هو لا يريد حتى تصوير الواقع. يعني أنا أذكر أنني حضرت عدة اجتماعات أسمع فيها التوجيهات لفرق العمل أن اذهبوا إلى مواقع المظاهرات وصوروا من بعيد، صوروا الأماكن التي لا يوجد فيها حشد بشري. وأيضا إضافة إلى ذلك يعني لديهم نية وقصد مسبق بصناعة صور، وكل ما ترينه على الشاشة السورية إنما هو مدروس ومتخذ فيه قرارات من ضباط كبار، رؤساء الأفرع الأمنية طبعا بإشراف بثينة شعبان وبإشراف وزير الإعلام الذي عينته بثينة شعبان، وبإشراف الدائرة الأضيق التي تتخذ القرار الحالي في سوريا والتي تسفك الدماء. هم يصنعون واقع آخر، يعني معظم ما ترونه من اعترافات هو يصور في فروع مكاتب الأمن لشخصيات مأجورة لديهم أو حتى موظفين. يعني في مرة من المرات قاموا بصناعة مادة طريفة الحقيقة، أنهم ادعوا أن أحد المارة ينزع حجاب مواطنة محجبة يعني سورية في شوارع دمشق أمام الجامعة، وعندما عرضت المادة سرعان ما لغوها من البث لأنهم اكتشفوا أن هذا الذي ينزع الحجاب إنما هو موظف في العلاقات العامة في التلفزيون وموظف معروف. الآن ما الرسالة التي توجهها سيد إبراهيم الجبين للإعلاميين السوريين بشكل عام ولزملائك السابقين في التلفزيون السوري؟
أقول إن هذا النظام هو من قام بتنفيذ مجزرة تل الزعتر وسهل صبر وشاتيلا وحماه في الثمانينات، وهو الذي يقتل الآن عشرات السوريين يوميا. أقول لبشار الأسد: ألا يكفي هذا؟ هذه الجملة التي تكرر على الجزيرة على لسان أحد شيوخ اليمن، ألا يكفي هذا؟ هل السلطة غالية إلى هذا الحد؟ أقول للإعلاميين السوريين: نحن نقدر ما أنتم فيه، ونعرف أننا ثرنا على بشار الأسد لأنه استهان بالإنسان، وأننا لا نطلب منكم أن تستهينوا بعائلاتكم وأسركم وأبنائكم وأقاربكم، لأن النظام هبط بمستوى رد فعله إلى مستوى وضيع وبذيء، وأعرف أنكم لا تقبلون هذا التعامل ولا تقبلون أن تتفاعلوا معه على هذا المستوى. أعرف أنه قام بشلكم. نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا لك إبراهيم الجبين الإعلامي السوري الذي كان قد استقال من التلفزيون السوري، كنت معنا من دبي.